هل تعتقد إنك لما تدعي لأهل غزة ربنا يستجيب دعائك؟ ما اقصدش احبطك، ولكن لو هتيجي تفكر هتلاقي إن في ناس أكثر تقوى مني ومنك وما بيبطلوش دعاء ليل نهار، ورغم ده كله أهلنا في فلسطين ما طلعوش من المحنة اللي هم فيها. طب وأنت عايز توصل لإيه؟ عايز أوصلك إن الدعاء دلوقتي لا يكفي، ولا عمره كان هيكفي في وقت تاني، طبعا إلا أن يشاء الله، لأن ربنا أمرنا إننا ناخد بالأسباب، نعمل اللي علينا وبعدها نبقى ندعي بالتوفيق والقبول، مش العكس. يعني مثلا لو حد قال لك ادعي من غير ما تذاكر وهتطلع أول جمهورية، هتستغرب كلامه صح؟ ما هو أي مشكلة أو أي حاجة في حياتك بتكون عايزة حاجتين: إنك تاخد بالأسباب وتسعى، عشان 9:30 بيقفل. آسف. إنك تاخد بالأسباب وتسعى، والحاجة التانية الدعاء بالقبول والسداد والتوفيق في اللي أنت بتعمله. ولأ، ما ينفعش تستخدم واحدة من غير التانية، لازم الاتنين يكونوا مع بعض. لازم تسعى وبعد كده تدعي. مفيش حاجة اسمها أدعي من غير ما أسعى، من غير ما أجتهد، من غير مثلا أذاكر. أنا بقول مثلا عشان ما يكونش الموضوع محصور في المذاكرة، أو ألاقي ناس داخلة بتقول لي المذاكرة بس، في حاجات تانية كتير. لكن المذاكرة دلوقتي الثانوية خلصت. بس بفكركم تاني، بس أنا عارف إن في ناس لسه زعلانة لحد دلوقتي. الثانوية مش آخر المطاف. أنا عارف إن الفيديو ده معمول أنا عارف إن الفيديو ده معمول عشان خاطر فلسطين، بس برضه طلبة الثانوية العامة، أنا معاكم عشان في ناس إيه. هو واحد لقيته كاتب لي كومنت على الفيديو اللي فات بيقول بلاش أذكر اسمه أو بلاش أقول الكومنت بالنص، بس عشان إيه ما يزعلش أو الكلام ده كله. يعني أنا بخاف على زعل المتابعين والمتابعين ما يخافوش على زعلي. ما علينا. لقيته بيقول لي انتوا واخدين الموضوع ترند وبطلوا تتكلموا وسيبوا طلبة الثانوية في حالها. انا طالب ثانويه عامه. انا كنت انا دفعه 25. فبالله عليكم انتوا بتكتبوا كومنتات بكون عايز ارد وبعد كده بقول لا عشان ما ازعلش حد مني. نرجع لموضوعنا. طب وانا اعمل ايه لاهل فلسطين غير الدعاء؟ بصراحه في حاجات كتير، ابسطها انك ممكن تساعد بمصروفك. واللي تلاقيه بيقول لك بقى المساعدات ما بتوصلش او الكلام ده كله، او اننا بناخد الفلوس، مع ان انا عارف ان محدش هيقول كده، بس الناس اللي بتقول ان انا باخد الفلوس محدش قال، بس لو حد قال يعني احتياطا. فبيكون في حاجات كتير بتوثق انه الحاجات فعلا وصلت، وتقدر تتأكد بنفسك بعد ما تبعت الدعم بتاعك حتى لو جنيه. والمهم انك تسعى وتعمل اللي عليك وخلاص، مش مهم اي حاجة تانية. المهم انك تبرعت وبنية اللي انت تساعد، بس دي عندك بالدنيا. مش مهم بقى الحاجات اللي بعد كده، المهم انك تصدقت وساعدت. ما تقعدش تفكر في الحاجات التانية ان هو ممكن يسرق الفلوس، ممكن يعمل، ممكن يسوي. كده كده كل حاجة بتكون موثقة وكل حاجة بتتبعت لك، فانت في السليم. والمساعدة برضه لو حد عايز يساعد، رقم بلال برضه هتلاقوني كاتبه لكم في الفيديو في المكان ده، يا اما هتلاقوه كاتبه لكم في الكومنتات. خشوا كلموه على الواتساب، عشان في ناس فاكرة ان هم بيرنوا عليه او الكلام ده كله. لا، انتوا هتكلموه على الواتساب وهو هيتواصل معاكم وهيفهمكم كل التفاصيل، وانت بقى تقدر تساعد ولو بجنيه. المهم ان الحملات والحاجات دي كلها بتوصل وتساعد اخواتنا في فلسطين. وعشان ما حدش يسالني انت عامل التيشيرت كده ليه، ده عشان بس يكسر اللون. بصوا لما بقلعه بيعمل ازاي، بصوا. فانا حاطه عشان كده، مش عشان حاجه تانية يعني، مش منظر ولا اي حاجه، بس عشان يكسر اللون فمحدش يسال احتياطا يعني. عشان لو حد سال، انا عارف ان انتوا ما تبطلوش اسئله، عليكم اسئله غريبه. هتقولوا لي انت غيرت شلت الكتب. شلت الكتب وهبيعهم، مش عايزهم. شعر عامل كده ليه؟ المهم انك بتبعت عشان ترضي ربنا وعشان ترضي نفسك، مش عشان حاجه تانية. طبعا قبل الدعاء والدعم المالي والدعم المادي والكلام ده كله، انت لازم تصلح من نفسك. هتقول لي ايه علاقه ده بفلسطين؟ عشان تفهم ده محتاج اقول لك قصه عزيزه على كل المسلمين. وانا اسف قبل ما اقول القصه، عايز اوريكم بس دي اسماء الناس. انا خط وحش عارف، بس دي اسماء الناس اللي معايا من البدايه. انا قلت في الفيديو اللي فات واللي قبله، اول 10 كومنتات عندي هكتبهم هنا لحد ما الكشكول ده كله يتملي. فدول الناس اللي كتبوا الكومنتات معانا من خطي. هو الصوره معكوسه، انا ممكن اعكس في الفيديو، فما علينا. دي اسمائهم. واكتر اسم هيتكرر معايا ده هيبقى ليه مفاجأة، بس بعدين لما الكشكول يتملي هشوف اكتر اسماء مكررة عندي. اكتر 3 اسماء كل واحد هيكون ليه فيهم مفاجأة. فنبدأ بقى في القصة بتاعتنا. ام فاضلة انجبت طفل وعزمت النية لله ان هي التربية الصالحة، وان هو يكون من المحررين للاقصى الاسير. ولما كان بيلعب في الشارع، مامته كانت بتقول له: ما هكذا يربى اسامة، ابحث في معناها عشان ما اطولش عليك. والطفل كبر يا سيدي وبقى صلاح الدين الايوبي، وقدر انه يحرر القدس من ايدي الصليبيين.
جزاه الله عنا خير الجزاء. فلو قلت لحد دلوقتي ليه ما نربيش اولادنا نفس تربيه صلاح الدين الايوبي علشان يطلع زيه في المستقبل، هتلاقيه بياخد كلامي بطريقه ما احنا مش مستوعبين ان حاجه زي دي ممكن تحصل. بس نرجع لنقطه انك بتنسى ان ما عليك الا السعي والباقي ده بتاع ربنا. فليه ما تصلحش نفسك عشان تبقى قدوه لزمايلك، اصحابك، اخواتك الصغيرين، اهل بيتك، الناس اللي حواليك، الناس اللي في الشارع، الناس اللي يعرفوك. طبيعي انك مش هتصلح من نفسك في يوم وليلة، او مش هتحرر فلسطين برضو في يوم وليلة، لكن الحكاية كلها هتبدأ من انك تصلح من نفسك بنية انك تكون من الاسباب، او تكون انت الشخص اللي هيحرر الاقصى الاسير. لانه خلينا متفقين انه مش هيتحرر الا بجيل من الشباب الموحدين المحبين للجهاد في سبيل الله، اللي بيحبوا الموت اكتر من الناس التانيين بيحبوا الحياة. بس ما اعتقدش ان الصفات دي موجودة في جيلنا ده طبعا، الا من رحم ربي. فليه ما نبدأش في صناعة الجيل ده، الجيل اللي اكيد هتكون صلاة الفجر عنده اهم من انه يصحى الساعة 7 الصبح عشان يروح مدرسة، الجيل اللي هيكون حفظ القرآن وتدبر معانيه اهم من انه يروح يحسن الانجليزي بتاعه، والاهم انه يكون جيل بيخشى الله اكثر من خشيته للظالمين. صلح من نفسك يا اخي المسلم، عسى الله ان يجعلك سببا في نصرة اهل فلسطين، عسى الله ان يجعلك سببا في صناعة هذا الجيل اللي بيك او من غيرك قادم باذن الله. فيا ترى هتختار انك تكون سبب في صناعة هذا الجيل، ولا هتختار انك تكون من الناس اللي بتقولي عن المقاطعة هي اللي هتحررها؟ فالنصيحة دي ليا قبل ما تكون ليك، فحبيت اذكر نفسي واذكرك معايا. اللهم اجعلنا سببا في نصرة الاسلام والمسلمين، واللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب. دمتم سالمين، وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله. طاعين وشهداء. يعني احنا نطلع الرمل قربنا ناكل، ها قربنا ناكل الرمل، مش لاقين حاجة ناكل. فيش شيء، الصغار بعرفوش ايش فيش. وين نروح؟ لمين نطلع؟ لمين نروح؟ لمين نشكي؟ في غزة فيش رخيص، احنا 24 ساعة كل يوم بيقولوا لنا في مقاطير واحنا بنروح ما بنلاقيش المقاطير. احنا الرمل هذا ناكله في الشاكل، في الشاكل عندنا بدنا طحين، بدنا طحين في الشاكل. حرام عليكم ارحموا، في الشاكل عندنا الرمل بناكله بدل الخبز. حرام عليكم ارحموا ارحموا، الرمل بناكله بدل رغيف الخبز. رغيف الخبز اليوم 24 شيكل رغيف الكبسة. والله ستسألون عن أطفال غزة، ستسألون عن الذين ماتوا من الجوع. والله سنقف أمام الله يوم القيامة ونسألكم أمام الله. قتل حيوان في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، مسألة فيها نظر.